ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا بنعتذر لكم جدا عن التاخير، احنا بس عايزين نحكي لكم، يعني احنا ما بنحبش نعرضكم لايه، للظروف السلبيه بتاعتنا، صح؟ والحاجه اللي هي ايه يعني بتاثر علينا، احنا بنشارككم الحاجات المفرحه والتحديات، بس احنا تعرضنا لشويه حاجات صعبه جدا. ده اللي خلانا نتاخر عليكم في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا اللي هو عارفين ان احنا كنا في مصيف في اسكندريه وكده. احنا اول يومين كانوا كويسين جدا، بعد كده اتقلب معانا 180 درجه. كندا تعبت جدا ولفت بيها على مستشفيات هناك كتير، واتحجزت في المستشفى واللي هي جالها يا جماعه الفكره كلها احنا رحنا اسكندريه وجهزنا لكم فلوجات جامده وراسمين على تحديات، بس يعني الدنيا قلبت معانا لدرجه ان احنا كنا يعني بنبات في المستشفى للصبح بكده. فالموضوع كان صعب جدا يعني، وكانت نازله معويه، ومع الوقت بقى نازله قلبت معاها بجفاف. الدكاتره هناك كنا في اسكندريه، يعني النازله قلبت بجفاف، بس محدش كان عارف يقف عليها قوي، كان كل دكتور يقول لها نازله. بس ولما جينا هنا طبعا القاهره اضطرينا طبعا ننزل القاهره عشان ما كانش في حد عارف حالتها قوي. لما نزلنا جينا على الدكتور بتاعها، وهو قال لنا ان هي عندها جفاف، نسبة جفاف عالية قوي من كتر الترجيع اللي كان عندها طبعا. الحمد لله بعد كده فاقت شوية، وبدأنا ان احنا نعلق المحاليل ونسبة السكر قلت وكده، وبدأنا ان احنا برضه نعلق محاليل عشان تفوق معانا شوية. هي الفكرة مش الموضوع وقف عند هنا وبس، المشكلة المرض بقى كده انتشر اكتر، بقت هي تعبانة وممكن في نفس الوقت بقت تعبانة. هي كان عندها نزلة معوية شديدة، فاحنا منعرفش ان النزلة دي معدية. هي لما تعبت وجالها النزلة انا لقطتها منها، لان انا اصلا كمان كنا بنبات معاها في المستشفى فتعبت قوي، فلقطت منها كمان النزلة. هي لما علقت المحاليل انا لقطت منها النزلة بتاعتها. بس وهي بقى كانت تعبانة وانا كنت تعبانة. طبعا الفترة دي ما عرفناش طبعا نصور اي فيديوهات، هما الاتنين تعبانين وما بيقوموش من السرير اصلا. المشكله بقى ان هم بعد ما فاقوا قلنا ان احنا يعني بدانا نفوق شويه او نعمل فيديوهات او طبعا انا كمان تعبت، جات لي نفس الدور، جالي نفس النزله وقعدت من الشغل كام يوم، الدنيا كانت صعبه، وفي نفس الوقت بقى ايه يعني اتحرجمنا باكل معين، يعني ولا السفر اللي احنا نقدر نسافر نصور لكم حاجات عشان تعبانين، في نفس الوقت تحديات الاكل مش عارفين نعمل تحدي لان احنا مسلوق بس وعصاير، والموضوع بجد بقى صعب. فاحنا قلنا ان احنا نشارككم اي حاجه بتحصل لنا، يعني احنا الاول كنا بنشارك حاجات معينه بس انتوا عيلتنا ولازم ان احنا نشارككم كل حاجه بتحصل لنا. فعشان كده احنا بنعتذر لكم، احنا بقالنا 11 او 12 يوم ميتين خالص، احنا ما صدقنا نفوق بس ان احنا نعمل الفيديو ده، احنا نقول احنا لسه موجودين ولسه معاكم ونطمنكم علينا بس. ويا ريت بس تدعوا الكندا بالشفاء. هي الحمد لله فاقت شويه، بس برضو اللي هي لحد ما هي لسه تعبانه. طبعا احنا ان شاء الله مستمرين معاكم، بس عشان يعني ننجح في الاستمرار ده ونفضل موجودين معاكم، دعمونا بس بلايك وسبسكرايب، لان الريتش بتاع القناه وقع، واحنا عايزين نعمل لكم حاجات حلوه ونبقى معاكم على طول، انتوا عيلتنا ونتواصل معاكم. بس الفكره كلها الدنيا وقعت معانا شويه في الكام يوم دول، بس احنا واثقين فيكم ان شاء الله تدعمونا. انتظرونا فيديوهات تانية ان شاء الله تكون جميله، وراجع لكم بطريقه كويسه جدا وفيديوهات حلوه جدا وتبسطكم، واحنا معاكم على طول ان شاء الله. يعني مش عارفه اقول لكم عجبكم الفيديو ولا لا، بس احنا مش عاملين فيديو ده يعجبكم ولا حاجه، احنا عاملين فيديو بس نقول لكم والله ايه اللي حصل لنا، ان احنا عارفين ان انتوا بتبقوا جنبنا على طول وبتدعمونا، فلازم كنا نحكي لكم كل اللي حصل والتاخير ده. استنونا في فيديو جديد وقريب مش بعيد، وهنعمل لكم محتوى جديد جامد جدا. سلام عليكم.